جربنا منتجات غريبة جدا من امازون، ماكينة الايس كريم، السبورة السحرية، المروحة الذكية ومنتجات تانية هتشوفوها دلوقتي. دي بقى ماكينة ايس كريم، المفروض انها معمولة للكبار والاطفال، الاستخدام بتاعها سهل، هي تبان من الاول معقدة كده بس لو مشيت على الخطوات واحدة واحدة هتلاقي الموضوع ماشي. فتعالوا نبدأ نجرب على طول. نفتح كده الجزء ده الغطا، تلاقي بيجي معاها الكوباية البلاستيك دي. طيب واحدة واحدة كده. الفكرة ان دي خزانات التبريد، المفروض ان الخليط بتاع الايس كريم اللي هو بيبقى سايل في الاول بينزل على الخزانات دي، تقعد تلفها كده دقيقتين ولا ثلاثة عشان تتحول لايس كريم. اول خطوة خالص نطلع الخزانات بتاعة التبريد، نطلع كده واحده ورا الثانيه. لازم نحتفظ بالقطعه دي عشان هي اللي بتوصل بين الاثنين، من غيرها الموضوع مش هيشتغل. نبدا نفتح الاثنين ونعمل الترتيب الاتي: بنحط نص الخزان تلج مجروش، بعد كده بنزود 3 معالق صغيره ملح، وبعدين بنكمل الخزان تلج للاخر. نقفل بقى الخزان بعد ما نخلصه، طبعا بيبقى بارد جدا من هنا كانه فريزر بالظبط. وبعد كده نعمل نفس الخطوات مع الخزان الثاني. كده بقى عندنا خزانين تبريد متلجين، نبدا نركبهم في الاماكن بتاعتهم. الخطوه اللي بعد كده بنركب العمودين دول من جوه بحيث الجزء الطويل ده يبقى طالع من هنا. نبدا كده نركب. طيب الجزئين دول بقى لازمتهم ايه؟ دول اللي بعد ما الايس كريم بيتكون بيعملوا عمل السكينه، اللي هو بيقشطوا الايس كريم كده من على خزانات التبريد دي عشان ينزل لك في الكوبايه تحت. نقفل. اخر خطوه خالص، معلش الموضوع يبان طويل شويه بس لو مشيت واحده واحده كده هتلاقيه فاني قوي. نركب بقى الايد دي اللي بنلف منها الاسطوانات بتاعه التبريد، نضغط عليها للاخر عشان نعرف نلف زي ما انتم شايفين كده بتلف معانا، ونبدا نعمل الايس كريم بتاعنا. بننزل الخليط من نوعين مختلفين في الفتحتين دول عشان ينزل لنا في الاخر بولتين ايس كريم غير بعض. ونبدا نحط اول نوع بالشكل ده، وبعد كده نلف، نفضل نحط، ندلق، نلف. المفروض ان بعد دقيقتين تقريبا من اللف المتواصل هتتحول لايس كريم. طبعا هي مزعجه شويه. نحط بقى الثانيه بحيث يلفوا برده مع بعض. طيب بعد 5 دقائق من اللف تقريبا المفروض ان الطبقه اللي في الوش دي اتحولت لايس كريم، فنزلنا الاجزاء الخضراء دي لتحت بحيث تبقى لامسه خزانات التبريد، وهنبتدي نلف في عكس الاتجاه. بتنزل الايس كريم فعلا. هي عطلانه شويه او يعني بتقطع شويه بس بتنزل ايس كريم لطيف جدا. طيب دي كميه الايس كريم اللي طلعت لنا في الاخر، تقريبا كوبايه الا ربع من الكوبايات الصغيره دي. حجمها مش وحش، الفكره كمان ان هي طعمين مع بعض عشان انت بتصب على الجنبين. فنبدا ندوق كده، نشوف التماسك، نشوف الطعم. طعمه ايس كريم متلج جدا، قوامه مظبوط، حلو جدا. المكنه دي سعرها 600 جنيه، يعتبر مش غالي ومش رخيص، بس الفكره انها ممتعه جدا. يعني انت مثلا لو قاعد في البيت كده فاضي شويه او عندك اطفال، هيبقى لذيذ قوي انكم تقعدوا كده مع بعض تعملوا لكم 3 4 كوبايات ايس كريم. هي طبعا بتعمل كوبايه في المره الواحده، الموضوع بياخد حوالي 5 6 دقائق، مش كتير، خصوصا انك تعمل حاجه حلوه لنفسك كده. فبالنسبه لي المكنه دي هدخلها قائمه تمام. الاختراع ده بقى المفروض ان هو بورد او يعني سبوره تكتب عليها في نفس الوقت بتنور، واللي انت بتكتبه ده ممكن تمسحه في اي وقت وتكتب حاجات غيره. طبعا بيجي معاها القلم ده الخصوص بتاعها اللي بتكتب بيه. فتعالوا كده نبدا واحده واحده نشيل الحتت اللي هي مغلفاها دي. المفروض ان هي زي ما قلت لكم بتبقى شفافه خالص. نركبها بقى في المكان بتاعها، نحط كمان وصله اليو اس بي عشان تنور معانا. وزي ما انتم شايفين كده ده شكلها، عامله اضاءه خفيفه قوي عشان في ليدات كده تحت. فتعالوا نبدا نكتب الاول من ناحيتي وبعدين اوريكم شوف الموضوع هيظبط ولا لا. اوكي دي بتكتب بالنور. طيب ده شكلها، المفروض انها بتطلع لك الكتابه كده كانها معموله بالنور. شكلها لذيذ قوي، تنفع مثلا تحطها على مكتبك لو عايز تفكر نفسك بحاجات معينه كل يوم. بس برضو مهم نجرب اهم حاجه في الموضوع، هل اللي احنا كتبناه ده بيتمسح ولا هيفضل كده زي ما هو. المفروض ان في زي استيكه هنا في الظهر، نبدا نعمل كده. بيتمسح عادي. طيب انا جربت لحد دلوقتي اكتر من 1000 منتج، ده واحد من الطف واظرف الحاجات اللي جربتها. بس في مشكله بسيطه كده مقلقاني شويه، هل الجزء ده اللي بيمسح الكتابه لو وقع مثلا او باظ او حصل له حاجه هعرف امسح على كتابته ولا لا؟ فنجرب كده نكتب، نمسح بمنديل عادي خالص، شوف ايه اللي هيحصل. نعمل كده، تكتشف انها بتتمسح عادي جدا. المنتج ده سعره 175 جنيه، وبالنسبه لي هدخله قائمه تمام. الاختراع ده هو اصغر مروحه ممكن تقابلها في حياتك، عباره عن القطعه دي يو اس بي مرنه طبعا عشان تحركها زي ما انت عايز. بعدين بتركب جزء اليو اس بي ده في الريش وتحطها في اللابتوب مثلا او في راس شاحن وتشتغل معاك على طول. فاحنا جبنا اللاب عشان نجرب شوف اذا كان الهواء بتاعها قوي ولا ايه، بس خايف تشتغل فتخبط في ايدي. نحط كده الجزء ده، هواها قوي. طيب هي مزعجه شويه، يعني طول ما انت قاعد هتفضل سامع صوت الزنه دي، مش عارف سامعينها ولا لا، بس هي فعلا بتطلع هواء قوي غريب جدا، يعني مش لايق على شكلها خالص. طبعا اهم ميزه فيها انها مرنه، ممكن تحركها في اي اتجاه، يمين او شمال او في اي حته. بس مشكلتها انها لما بتخبط في الايد زي ما عملت كده بتلسع شويه. بس هي برده لو خبطت في ايدك مش هتبقى مؤذيه، لان الاجزاء دي كلها بلاستيك مرن قوي، يعني حتى بتروح وتيجي. المنتج ده سعره 50 جنيه وهيوفر لك مروحه لازقه فيك على طول في اللابتوب بتاعك، عشان كده هدخلها قائمه تمام.
ده بقى قلم رصاص بس عبقري فعلا. اول حاجه ما بيخلصش، ممكن تقعد تستخدمه مثلا سنه سنتين ما يخلصش منك. الحاجه الثانيه مش بيحتاج يتبري ولا بيتقصف ولا اي حاجه، عباره عن قلم كده تشتريه العمر كله. الفكره باختصار ان القلم ده معمول من معدن معين بيديك نفس كتابه القلم الرصاص بالظبط، بس مع الفرق انه ما بيديكش اي عيوب من القلم الرصاص، يعني مش بيخلص منك، مش بتحتاج تبريه. والمفروض ان الشركات اللي بتبيعه بتقول لك ان قلم رصاص واحد من ده بيعادل استخدام 100 قلم رصاص من العادي. في حركه كده كمان لطيفه، انك اول ما تفتح القلم الرصاص ده هتلاقي جوه استيكه. تعالوا بقى مع بعض نشوف الكتابه بتاعته. عاديه جدا، قلم رصاص مستحيل تفرق بينه وبين اي قلم رصاص تاني. اهو كتبنا هاو تو بالعربي زي ما انتم شايفين. السن بتاعه مبري جاهز، لو قعدنا نعمل فيه كده وكده وكده مش بيتقصف. تعالوا برضو نجرب الاستيكه بالمره، يعني نبقى شفنا كل الحاجات. بيتمسح عادي خالص زي اي قلم رصاص. فالفكره انك ممكن تجيب مجموعه اقلام من دول اللي هم السته اللي قدامكم دول، يقعدوا معاك فعلا العمر كله، ما تحتاجش تشتري اقلام رصاص تاني. الست اقلام مع بعض دول سعرهم 250 جنيه، طبعا ما يعتبرش كتير مقارنه بان هم هيعيشوا وقت طويل قوي. فبالنسبه لي المنتج ده هدخله قائمه تمام. دي كبسوله اسبريسو ممكن تستخدمها طول العمر. الفكره مؤخرا ان كبسولات القهوه غليت جدا، يعني مثلا بتبدا من 180 جنيه معاك بقى لحد 400 500. فالاختراع ده يخليك تجيب البن المطحون العادي اللي هو بيبقى ارخص طبعا بكتير، وتحطه جوه الكبسوله دي تستخدمها اكتر من مره. فلو هنقارن بكبسوله اسبريسو عاديه اللي هي بتشتريها وترميها دي، هتلاقي ان في هنا اخرام من قدام اللي الميه بتنزل عليها وتستخلصها. برده نفس الكلام هنا، الجزء ده شبكه كده مفتوحه. فالاختراع ده لو ظبط هيبقى عبقري جدا. ليه بقى؟ لانك ممكن ب 150 جنيه تجيب علبه كبسولات واحده من دي، يبقوا مثلا 10 كبسولات ب 10 كوبايات قهوه. وبنفس ال 150 جنيه ممكن تجيب بن مطحون تعمل بيه حوالي 40 كوبايه، فرق تقريبا 4 اضعاف. نبدا نفتح كده الكبسوله. الغطا بتاعها ده ستانلس ستيل، فيها طبعا الشبكه اللي قلنا عليها في النص دي. نبتدي بقى ايه، نملاها بالبن المطحون اللي هو بن مطحون طحنه اسبريسو، بتبقى ناعمه بس مش انعم حاجه. نحط كمان شويه قهوه لحد ما نكبسها للاخر خالص، وبعدين نكبس كده بالجزء ده، نشيل بقى الزوايد اللي هنا دي، بعدين نبتدي نقفل الكبسوله. نبدا بقى نحط الكبسوله في المكان بتاعها في المكنه عادي خالص، نقفل عليها ونشغل المكنه، نشوف النتيجه هتبقى عامله ازاي. عندي احساس من اولها كده من قبل ما ادوق ان القهوه خفيفه قوي. ندوق. بس الحقيقه طعمها اسبريسو عادي جدا. ممكن يكون فرق البن بس، لو حد مثلا متعود على انواع بن تانية او كبسولات تانية، بس هي طعمها شوت اسبريسو عادي قوي. باقي بقى نقطه مهمه جدا، هل هي فعلا قابله لاعاده الاستخدام؟ زي ما هي تقريبا، ما حصلش فيها اي حاجه. الجزء البلاستيك ده زي ما هو، الغطا الالومنيوم مفيش اي اختلافات. فلما تفتح كده تلاقي طبعا بواقي البن، ممكن بقى ايه تفضيها كده تنزلها، بعدين تغسل الكبسوله من جوه، تحط قهوه مره واثنين و100 وتستخدمها تاني. طيب المنتج ده بيجي 3 كبسولات مع بعض، سعرها 550 جنيه. بالنسبه لي هدخله قائمه تمام. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا في التعليقات عايزين نجرب ايه تاني الحلقات الجايه.